السلام عليكم. اليوم يا إخوان تحدث جاريت كوشنر عن المملكة العربية السعودية وعن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس السابق جو بايدن تجاه المملكة طبعا. وقال أن الرئيس الأمريكي ارتكب أخطاء فادحة جدا، ووصف المملكة العربية السعودية بالبلد المتقدم والمتطور للغاية، حتى أنه قال أن أحد أصدقاء جاريت كوشنر زار السعودية عام 2009، وطبعا نعلم كيف كانت أحوال المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت مقارنة مع عام 2024. وقال جاريت كوشنر أنه زارها أيضا هذا العام، فصدم ذلك الصديق لجاريت كوشنر أيما صدمة، وقال أنه لا علاقة أبدا بين المملكة التي زارها 2009 وبين المملكة حاليا. جاريد كوشنر انتقد بشدة ما كان صرح به الرئيس الأمريكي أيام توليه السلطة في بلاده أيام الانتخابات، وحتى في الأيام الأولى لفوزه بالانتخابات الأمريكية، وكيف أنه قال بأنه سيجعل المملكة العربية السعودية دولة منبوذة. سخر جاريت كوشنر من هذه التصريحات وقال: الآن الإدارة الأمريكية أثبتت فشلها نتيجة لتلك التصريحات، وما الطريقة التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية مع السعودية اليوم إلا دليل واضح على فشل تلك السياسات. ألم يكن من الأجدى أن يتم معاملة السعودية باحترام منذ البداية؟ وقال أن الإدارة الأمريكية الآن تعود إلى نفس سياسة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التعامل مع السعوديين، لأنها علمت أن السعوديين لا يعاملون بتلك الطريقة أبدا. وفي الحقيقة وبين قوسين، الأخطاء الأمريكية مع السعوديين ليست وليدة الرئاسة الحالية، أي إدارة جو بايدن، حيث سبق لإدارة أوباما أن ارتكبت العديد من الأخطاء تجاه المملكة. وشاهدنا كيف عاقب الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الأمريكي حين استقبله بذلك البرود أثناء زيارته في آخر زيارة له للمملكة العربية السعودية. لكن الحقيقة الأخطاء الأمريكية هي قديمة في عهد الملك المؤسس رحمه الله الملك عبد العزيز، وخصوصا ونحن نقتبس هذه الذكرى لأن اليوم 15 من فبراير، وطبعا السعوديون يتذكرون جيدا ماذا حدث في 14 من فبراير أي يوم أمس، وهو أول لقاء تاريخي جمع بين القائد المؤسس رحمه الله والرئيس الأمريكي السابق روزفلت على ظهر البارجة البحرية الأمريكية يو اس اس كوينسي. وكان ذلك طبعا لقاء تاريخيا تداولته الصحف آنذاك بشكل واسع. المهم أن الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت لم تكن معترفة بالمملكة العربية السعودية، وحاول الملك الراحل المؤسس رحمه الله أن يقنع الأمريكيين في تلك المرحلة بالاعتراف بالمملكة. لكن في الحقيقة الأمريكيون ارتكبوا أيضا خطأ بالنسبة لي، أنهم لم يعترفوا بالمملكة إلا عام 1931، وقد سبقهم الروس، وقد سبقهم الاتحاد السوفيتي إلى الاعتراف بالمملكة العربية السعودية بسنوات طويلة. وهنا يمكن أن نعتبر أحد الأخطاء الاستراتيجية للأمريكيين، أو ربما نعتبرها قصر نظر بالنسبة للأمريكيين في تأخيرهم للاعتراف بأحد أبرز الدول التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل. الاتحاد السوفيتي كان أول دولة غير عربية أو غير إسلامية اعترفت بأرض الحرمين في ذلك الوقت. وبالمناسبة أول دولة إسلامية اعترفت بالمملكة العربية السعودية هي دولة أفغانستان، وقد كانت أيضا العلاقات السعودية الأفغانية علاقات مميزة، وخصوصا في ذلك الوقت الذي تم الاعتراف فيه بالدولة السعودية. أما بالنسبة للأمريكيين، لم يعرفوا قيمة المملكة العربية السعودية تحديدا إلا سنة 1942، أي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث استنتج الأمريكيون أن النفط الذي اكتشف في المملكة لم يعد مجرد بضاعة تجارية، سلعة تجارية يتم التعامل بها على أساس تجاري، بل تأكد الأمريكيون أنها أصبحت سلعة استراتيجية وسوف تتحكم في الاقتصاد العالمي وجل السياسات العالمية.
فهنا بدأ الأمريكيون يركزون على المملكة العربية السعودية، وبدأوا يركزون على منطقة الشرق الأوسط تحديدا وزرع نفوذهم في المنطقة. وبالعودة إلى ما قاله جاريت كوشنر حول المملكة العربية السعودية، قال أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالفعل قد غير هذه الدولة تغييرا جذريا، وأن ما حدث في المملكة العربية السعودية بالفعل هو أمر تاريخي. وقال أن الرجل الجدير بالثناء هو الأمير محمد بن سلمان، وقام بشكر الأمير وقال إنه فعل الشيء الكثير بالنسبة للولايات المتحدة، وكذلك فعل الكثير لجعل العالم عالما أفضل. يعلم السياسيون السعوديون أن كل ما يقال من أكاذيب وتزييف للحقائق أثناء الحملات الانتخابية خصوصا هي بروباغندا إعلامية لمجرد كسب تعاطف فئة معينة أو غير ذلك، أو من أجل الفوز بالانتخابات. لكن السعوديين يعلمون جيدا أنهم سيأتون في الأخير مطأطئين رؤوسهم، آتين وقادمين إلى المملكة العربية السعودية، وقد حدث ذلك بالفعل مرارا وتكرارا. فما لنا بالأخير إلى القول الله يعز المملكة العربية السعودية.